زاد اهتمام اخر واحد في الدوله الايوبيه يعتبر قبل طوران شاه كان صالح نجم الدين الايوبي. صالح نجم الدين الايوبي قرر انه يبني هنا قلعه بالكامل سميت قلعه الروضه. طيب والقلعه الثانيه كانت قلعه مين؟ في قلعه ثالثه غير قلعه صلاح الدين، في قلعه ثالثه، في قلعه محمد علي. في قلعه محمد علي فوق قلعه صلاح الدين، شوفها وانت فوق القلعه بتاعت صلاح الدين، شوف قلعه محمد علي دي حاليا بالكامل تبع الجيش. طيب تعالوا نقارن كده. القلعه دي اللي في الروضه اللي عملها صالح نجم الدين الايوبي كانت عباره عن تخيلوا كده 60 برج. كل برج يكون خاص بمملوك او امير وتحتيه الامراء او تحتيه جنود خاصه بيه. طيب قلعه صلاح الدين الايوبي دلوقتي كام برج؟ 13. تخيلين حجم الابراج او فرق بين القلعتين. قلعه محمد علي اللي فوق كانت قلعه هي كلها على بعضها في اربع. سبب كل واحده بس. هنا القلعه اتبنت في جزيره الروضه عشان تكون مقر لتربيه المماليك. طب ليه ما يتربوش حتى بره؟ لان بدا ان بطش المماليك كانوا غلاظ، طبع نفسهم غلاظ، بدأوا هم يستهينوا بالحكام بالناس الشعب. فبدا ان صالح نجم الدين الايوب ياخدهم الى قلعه الروضه ويربيهم في مكان مقفول خاص بيهم. بدا ان هم ينتهزوا سلطتهم، يبقى خلاص انا تبع السلطان بقى، انا مملوك تبع السلطان. فبدا ان صالح نجم الدين الايوبي يربيهم بعيدا عن الشعب. قلعه محمد علي المكان الرئيسي اللي خد منه قلعه صلاح الدين الايوبي لما كان فيها خلاف بينه وبين خورشيد باشا قبل توليه محمد علي. محمد علي قبل ما يمسك الحكم، خورشيد باشا من مليك البكوات وهو عايز يكمل هو الحكم، لحد ما طلع محمد علي فوق قلعه المقطم او جبل المقطم، بدا ان هو يضرب بالمدافع بتاعه. طيب بعد ما هو خد القلعه بتاع صلاح الدين الايوبي عمل ايه؟ ده اضعف مكان، ده اهم مكان. فبدا ان هو يربطها بزلاقه، الزلاقه دي كان بيمشي فيها الخيل عادي جدا، اللي هي دلوقتي اتقطعت طريق صلاح سالم. والمكان ده بدا ان هو يعمل فيه قلعه. طيب لازمتها ايه بالنسبه لمحمد علي؟ ان المكان بتاع صلاح الدين الايوبي لو تم حصار قلعه، مع انه صعب جدا ان يتم حصارها، هيبقى المتنفس بتاعه ان هو يهرب عن طريق خورشيد باشا. هو اتعلم من غلطه غيره. خورشيد باشا اتاخد من هنا، يبقى انا اخد المكان واستولى على المكان، وبالفعل لسه موجود. ابراج بس اللي بره بالكامل دلوقتي تبع الجيش اصلا. طيب قلعه صلاح الدين الايوبي اول حاجه عملها عشان تكون بعيدا عن العواصم الاربعه اللي هم الفسطاط والعسكر القطاع والقاهره، بعيده عن مركز الفاطميين، وانه تم اصلا اغتيال او كان هي محاوله من الاغتيال بتاع الطائفه الاسماعيليه او الحشاشين بمعنى صح لاغتيال صلاح الدين الايوبي. فقال لك انا هبعد تماما عن مقر الخلافه اللي هو كان اصل الشرقي والغربي، ويقعد في القلعه بتاعته، وبدا يعمل. تاني سبب عشان تكون حمايه للصليبيين.